تعالي تعالي تعالي. انت عشان بقى لقيتيها اكله ارداحي بقى ما فيهاش لحمه ولا فراخ بتسحبي الشاشه وطالعه. لا تعالي ما اقولك، بس ده اكله ارداحي بس هتعجبك قوي قوي قوي. واكله مش عايزه اقولك يعني من الاخر، اكله جميله اقتصاديه لذيذه. ولادك هيحبوها وانتي هتحبيها، يعني مش عايزه اقولك يعني على جمالها وحلاوتها يعني. احنا طبعا بقى يعني بصوا عايزين نوفر شوية ونشوف بقى الاكلات اللي هي ايه. مش كل يوم بقى فراخ لحمة سمك الكلام ده، يعني احنا هنحاول ان احنا نوفر وندبر كده ونبقى ستات بيوت شاطرين. تعالوا بقى النهاردة نعمل معاكم بقى الأكلة الجميلة دي. أكلة جميلة ولذيذة وأكلة شتوية حلوة قوي. وفي نفس الوقت اقتصادية، وهتعجبك من الآخر يعني. فتعالي بقى ما أقولك هنعملها ازاي، وإن شاء الله تعجبك وإن شاء الله تعجب ولادك. وأكلة من الآخر. بصوا زي ما انتم شايفين بقى معانا الرز المحمر حبايه حبايه وحبايه كده اللي انتوا بتحبوه ده. انا بصراحه عن نفسي بحبه، يعني في ناس ممكن تكون ما بتحبوش وكده، لا بس انا بحبه يعني مع الاكله دي بالذات انا بحب رز حبايه وحبايه. معانا البطاطس زي ما انتم شايفين، سلطه مخلل الكلام ده كله، يعني هيعجبكم قوي بصراحه. فطبعا انا كان عندي بطاطس، انا كنت شاريه شويه، كان في ناس جيراننا زارعين فخدت منهم شويه رفيعين وشويه يعني ايه كبار شويه. فطبعا الرفيعه دي احنا بنحب بقى ايه نستغلها، يعني مثلا نسلقها سواء سليمة أو سواء نقطعها قنصاص كده. بتنفع بصراحة، بالذات لما تكون مثلا هتعملي بطاطس بقى مسلوقة كده مهروسة، بزيت بقى أو بسمنة أو بزبدة كده، إيه بتبقى طعمها حلو بصراحة في الشتاء. دي طبعا الحجم كان كبير شوية، فهي سعرها عامة دلوقتي حلو يعني مرتاح. فحبيت أصور معاكم الفيديو من أوله لآخره كده عشان أوريكم أنا بعمل إيه بالظبط. معايا بقى البطاطس زي ما انتم شايفينها كده، البطاطس دي الحجم الكبير، انا طبعا دي بقى بستخدمها بقى في الطبيخ او ان احنا هنعملها محمره وكده. فانا طبعا جيت للبطاطس الرفيعه وبدات ان انا انقي منها الحبايه رفيعه قوي، واستغلها بقى في ان انا هسلقها سليمه وهحمرها برضو سليمه مع الاكله الجميله الاقتصاديه دي. طبعا احنا الروتين بتاعنا دلوقتي يعني كل يوم بقى طبيخ ورز ومش عارفه فراخ ولحمه والكلام ده كله، لا احنا هنغير النهارده تبقى اكله بسيطه ولذيذه كده وسهله، وفي نفس الوقت هتبقى اقتصاديه برضو معانا خفيفه شويه، وهتبقى حلوه ولادنا برضو هيحبوها. فالنهارده حبيت اشارك معاكم بقى الفيديو الجميل ده، ونشوف مع بعض هنعمل ايه. فيلا بقى كده نسمي الله ونشجع كده وندخل المطبخ ونشوف هنعمل ايه مع بعض. طبعا انا جبت البطاطس زي ما انتم شايفين كده بالظبط، نقيت الحبايه رفيعه، وحطيتها بقى في الحله اللي انا هستخدمها ان انا هسلق فيها البطاطس. حطيت عليها بقى الاول طبعا ميه لان الارض اصلا كانت طينه، كان في مطره بقى فطبعا مقلعينها يعني ايه فيها طينه شويه. فاحنا هنستغل بقى ان احنا هنمسكها بقى نغسلها غسله كويسه تحت الحنفيه. طبعا انا هحط عليها شويه ميه الاول، بعدين هسيبها يعني هشوف كده هسيبها شويه كده ايه تسيح شويه من الطينه دي، يعني الطينه اللي فيها دي تفك وتبوش، وبعد كده ايه نشوف هنعمل ايه. انا طبعا بملاها ميه خالص. زي ما انتم شايفين بقى بقت بالشكل الجميل ده. غسلتها غسله كويسه ونضفتها قوي، وما بقاش فيها اي طين ولا اي حاجه. ومسكتها بالسكينه زي ما انتم شايفينها، عملتها بس بالسكينه كده، جرحتها بالسكينه انصاص كده، بس هي الحبايه سليمه زي ما هي. مجرد ان انا هشقها بس بالسكينه ايه شقه كده من النص. كده البطاطس بتاعتي جاهزه، وغيرت لها الميه بتاعتها كذا مره. لما حسيت خلاص ان الميه رايقه وحلوه، خلاص بقى هبدا احطها على النار. طبعا هشغل البوتاجاز بتاعي واحط بقى عليه حله البطاطس بالشكل ده، وهنزل بقى بشويه ملح عليها، وهغطيها بقى ايه تتسلق مع نفسها كده ايه شويه. طبعا انا سبت بقى البطاطس على جنب كده ايه تتسلق. هي كده اصبحت معايا مسلوقه كويس وحلوه قوي كده، خلاص تمام. هسيبها بقى طبعا على جنب كده، اركنها على جنب تبرد شويه، وبعدين ايه ارجع هشوف بقى. طبعا هجهز بقى ايه الرز بتاعي جنبها. مجرد ان هي خلاص استوت وطفينا عليها هبدأ بقى اجهز الرز بتاعي. جبت بقى حلة، حطيت فيه حتة زبدة، زبدة فلاحي كده جميلة، وهنزل عليها برضو معلقتين زيت كده. وهبدأ بقى ان انا ايه احط الرز بتاعي يتحمر. هحط بس شوية الاول صغيرين من الرز، يعني مش هنزل بالرز كله، هنزل بس بشوية رز على الزبدة كده. طبعا الرز المحمر حبايه وحبايه ده احنا بنحط بس كمية الاول شوية كده من الرز شوية صغيرين،
وباقي الرز بيبقى مركون ايه في جنب. لما الرز ده يتحمر خالص ونحس خالص ان احنا عايزين الدرجة من اللون ده، خلاص كده ايه بيبقى تمام. طبعا بقى هتبقى ايدي فيه على طول، كل شوية اديله تقليبة كده، بحيث ان هو ما يبقاش حباية وحباية، يعني في حاجة بتستوي قبل حاجة، لا يبقى عايزين كله ياخد لون مع بعضه ويبقى نفس الدرجة. انا طبعا ايدي فيه بقى على طول زي ما انتم شايفين كده، واقلبه تقليبة كويس. لما اوصل بقى للدرجة اللي انا عايزاها، اهم حاجة ان انت تقلبيه من الجناب على طول عشان دايما بيشيل بسرعة من الجناب. خلاص انا وصلت بقى للدرجة اللي انا عايزاها، فهنزل بقى بباقي الرز معايا، هديله برضو تشويحة حلوة كده. الرز كل ما بتشوحيه على النار على الناشف كده هيديكي نتيجة احلى، ويبقى الرز مفلفل ويبقى طعمه حلو جدا، ويبقى تمام التمام وما تقلقيش منه خالص. اهم حاجة ان انت هتضيفي عليه مية تكون سخنة، ما تكونش مية باردة، لا تكون مية سخنة. طبعا انا هفضل بقى اقلب فيه شوية كده، اديله تحميصة كده مع بعضه على النار لما يبقى معانا بقى ايه بالشكل ده. هنزل بقى عليه بالملح، وهقلب بقى الرز مع الملح كده برضو تقليبة حلوة. على فكرة انا الكهرباء كانت قطعة في الوقت ده، فكنت بعمل في الضلمة اصلا، يعني انا حاطة كشاف جنب كده، بس هو يعني الاضاءة مش واضحة قوي. بس معلش لان الكهرباء كانت قطعة، فقلت بقى اكمل يعني معاكم كده ايه على حسب بقى ما يطلع يعني الاضاءة. فطبعا انا كده قلبته خلصته تقليب. هنزل بقى بالمية السخنة. اهم حاجة زي ما قلت لك المية تكون سخنة، المية لما بتكون سخنة بتديك نتيجة احلى للرز. طبعا ده رز بلدي، احنا بنزوده مية شوية، يعني بيبقى اكتر شوية من الرز العادي المصري ده. لا هو الرز البلدي بيبقى عايز مية اكتر، يعني بيشرب بصراحة المية وبيزيد. طبعا بقى انا البطاطس بتاعتي قشرتها وجهزت بقى الطاسة وحطيت فيها الزيت. هبدأ بقى ان انزل بقى بالبطاطس، هقليها بقى كده على بال ما الرز بقى يكون اتشرب واستوى. نكون حمرنا البطاطس بتاعتنا. هحط بقى البطاطس تتحمر كده، وهعمل برضو السلطة وانا واقفة كده ايه كله مع بعضه سريع سريع كده. خليكي ايدك خفيفة وما تبقيش في حاجة واحدة، لا تبقي شغالة في المطبخ، ايد بتعمل السلطة ايد بتحط البطاطس، يعني ايه تحاولي ان انت تحركي نفسك في كذا اتجاه. وفي نفس الوقت وانا واقفة برضو احاول برضو ان انا ايه ما يبقاش جنبي مواعين برضو وسخة، لا اول باول اغسل اي حاجة تتدهول معايا اغسلها برضو اول باول. تبقي ست بيت شاطرة كده ونضيفة، ومطبخك برضو يبقى نضيف على طول ما كركبش حواليا. دي كلها حاجات بتبقى يعني ايه اساسية في المطبخ بصراحة يعني. طبعا ده شكل الرز بتاعنا بعد ما استوى. بصوا بقى مش عايزه اقول لكم يعني على ريحته اصلا. ريحه الرز حبايه وحبايه ده بيبقى ريحه كده مميزه، تضعفي اصلا مجرد ما بتبقي ماشيه وتشمي ريحه الرز ده تحسي ان انت عايزه تروحي تعملي الرز ده. ودي بقى البطاطس بتاعتنا احنا قلبناها على الناحيه التانية، ونديها بقى تحميره حلوه كده من ناحيتين، برضو للدرجه اللي انت عايزاها. عايزه تنشفيها قوي بتنشفيها، عايزه تخليها مثلا لونها ذهبي بس كده مفيش مشكله، المهم توصلي للنتيجه اللي انت عايزاها. طبعا كده احنا خلصنا بقى الاكل بتاعنا، جهزنا السلطه وجهزنا الرز، والبطاطس بتاعتنا بقت جاهزه، وعملنا بقى طبق رز حلو كده يستاهل بقكم. يعني مش عايزه اقول لكم يعني الاكله دي بصراحه يعني في قلبي بصراحه، يعني بحبها جدا. وفي الشتاء اكتر بتبقى لذيذه وجميله ومريحه، حلوه قوي قوي. والبطاطس زي ما انتم شايفين بقى احنا كده حمرناها وحطيناها في الطبق ورشينا بقى عليها كمون كده، بتبقى طعمها برضو حلو قوي. معانا عيش، معانا سلطه، معانا مخلل. اللي مش حابب ياكلها برز بياكلها بعيش، حابه تاكليها برز وسلطه برضو بتبقى طعمها جميل. فبصراحه اكله حلوه ومن الاخر، واكله اقتصاديه واكله موفره جدا، وفي نفس الوقت التجديد بقى وتغيير. اكله جديده يعني. فحابه ان انتوا تجربوها وتشوفوها هتبقى عامله ايه معاكم. وبألف هنا وشفا ليكم، واشوفكم بقى كده على خير ان شاء الله. اهم حاجه ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب للقناه وكومنت حلو كده تشجيعي. وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات كتير، واشوفكم على خير باذن الله، ومع السلامه.